إياكي والتوقع جملة بنسمعها كتير قوي، إنه ما تتوقعيش حاجة من حد عشان ما تحبطيش. الحقيقة إن الجملة دي عاملة زي الفخ شوية، لأننا لو بطلنا نتوقع من الآخرين ده معناه إن إحنا قللنا مساحة عشمنا، ثقتنا في الآخرين. في نفس الوقت لو توقعنا زيادة عن اللزوم إن إحنا بنعمل عملية إحباط حقيقية لينا. أنهي نتوقع ولا ما نتوقعش؟ توقع معناه إن أنت منتظرة حاجة معينة في دماغك من الآخر. طيب لازم تسألي نفسك الأول، هل الحاجة دي هو عنده علم بيها أو هي عندها علم بيها؟ هل هذا التوقع مناسب لشخصيته، أو هذا الفعل مناسب لشخصية اللي انت منتظرة منه هذا الفعل ولا لا؟ صحيح التوقعات ممكن تبقى يعني زي ما بيقولوا كده خطة محكمة للإحباط، ولكن في نفس الوقت مهم قوي ان احنا واحنا بنسأل احنا متوقعين ايه من الآخر، نسأل نفسنا يا ترى الآخر متوقع مننا ايه؟ لو انا بطلت هذا التوقع او دربت نفسي على ان انا امتنع منه من غير ما ابقى عامله ده بزعل، من غير ما ابقى عامله ده وفي شعور مصاحب ان انا متضايقه وحاسه ان انا يعني بغل كده من جوايا لانه الاخر لم يشبع هذا التوقع، هي مساله تدريب. لكن انا من رايي انه التوقع من الاخرين حاجه مهمه جدا، لكن كمان احنا لازم ندرب نفسنا ونسال نفسنا طول الوقت هو الاخر متوقع مننا ايه. لما بتحصل العمليه دي بيننا وبين الاخر بتبقى العلاقات أكثر راحة. توقعي لكن بحساب، ودربي نفسك كمان إزاي أنت ترضي وتشبعي الآخر في توقعاته منك.